السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى كلشي يكون بخير ومرحبا بكم في فيديو جديد. بزاف ديال الرسائل كنتوصل بهم في انستغرام ولا التعاليق، من بينهم تساؤلات حول رسالة اس ام اس كيتوصلوا بها في الهاتف، وهذه الرسالة كتعلق بتاريخ انتهاء صلاحية بطاقة الرميد، وبالتالي غادي تنتهي مدة صلاحية الاستفادة من التغطية الصحية أم تضامن. وموضوعنا في هذا الفيديو هو شنو كتعني هذه الرسالة وشنو خصك دير باش ما تحرمش من التغطية الصحية أم تضامن. وقبل ما نبداو بالمناسبة، هذا هو الانستغرام ديالي، اللي عنده شي اشكال مرحبا به. بدون مقدمات كتب لي الاشكال ديالك اين فوا نشوف الميساج ديالك فغادي نجاوبك عليه، وكذلك في التعليق هنايا في يوتيوب فكنجاوب على جميع التعاليق. الرسالة اللي توصلوا بها الاخوان كما كتلاحظوا امامكم. نذكركم ان تاريخ انتهاء صلاحية بطاقتكم رميد هو 31/1/2023. استفادتكم من نظام تأمين أم تضامن الخاص بالأشخاص الغير قادرين على تحمل واجبات الاشتراك ستستمر حتى 28/2/2023. لمعرفة كيفية طلب الاستفادة من أم تضامن المرجو زيارة الموقع amotadamon.ma. فكيقصدوا بهذه الرسالة أنه الناس اللي كان عندهم رميد يعني سائل المفعول ديالو وقاموا بتحويلهم تلقائيا لأم تضامن، فغادي تنتهي الاستفادة ديالهم يعني في التاريخ المرسل لهم في الرسالة. فهذا كيعني أنه كل ما عليهم إلا يجدوا الاستفادة مرة أخرى. والطريقة كيفاش يعودوا تجديد الاستفادة من التغطية الصحية أم تضامن، كيخص أولا وكخطوة أولى التسجيل في السجل الوطني للسكان ويتوصلوا بمعرف رقمي خاص بهم. والخطوة الثانية يتسجلوا في السجل الاجتماعي الموحد. والخطوة الثالثة هي أنه يتسجلوا في أم تضامن ويخرجوا الاستمارة ويديوها المقاطعة. وبناء على المؤشر الاجتماعي والاقتصادي اللي غادي يظهر لكم يعني في حساب الأسرة في البوابة الإلكترونية للسجل الاجتماعي الموحد، به غادي تعرف واش غادي تستافد مجانا من التغطية الصحية أو لا غادي تأدي شي واجب للاشتراك اللي غادي يكون شهري. بالنسبة للناس اللي غادي يستافدوا من التغطية الصحية بالمجان، خاص النقطة اللي تعطى لهم في المؤشر الاجتماعي تكون أقل من 9.3264. أما إذا كانت النقطة ديالك فوق العتبة فلك الاختيار إلا بغيتي تأدي واجب الاشتراك أو تقوم بتحيين المعلومات، ربما ينزل المؤشر الاجتماعي ديالك. وبالنسبة للناس اللي مازال ما توصلوا بالرسالة اس ام اس باش يعرفوا فوقاش غادي تنتهي مدة صلاحيتهم من الاستفادة من أم تضامن، ما عليهم إلا الولوج لحسابهم في البوابة الإلكترونية ديال لا سي ان اس اس. بالنسبة للرابط غادي نخليه لكم في صندوق الوصف، وكنضغطوا الولوج للحساب وكندخلوا رقم التسجيل ديالنا وكلمة المرور الخاصة بنا. وفي القائمة على اليمين الناس اللي دايرينه باللغة العربية غادي تبان ليا حقوقي، غادي نضغط عليها وغادي تبان ليا الحق في التأمين الإجباري عن المرض، غادي نضغط عليها فوالا. وغادي تبان ليا تاريخ البداية وتاريخ النهاية للاستفادة من التغطية الصحية أم تضامن، وكذلك يعني حداها استفادة من التغطية الصحية مكتوب حق مفتوح. من بعد ملي غادي تنتهي مدة الصلاحية اللي عاطينك غادي يولي تكتب لك تما يعني مغلق ولا غير مفعل. يعني من بعد هذا التاريخ هذا يخص تجدد الاستفادة ديالك، والإجراءات هما اللي سبق لي وذكرت. إذا فعلى جميع المواطنين المعلم إلا تسجلوا في هذه السجلات هذا من القدام، وخصوصا يعني الأسر الهشة. فكيف ما كتعرفوا وسبق وقع يعني في الزمن ديال كورونا يعني استافدوا واحد الناس من الدعم، وشكون اللي استافد هما الناس اللي كان عندهم رميد، واللي ما عندهمش رميد فلقاو صعوبه باش انهم يستافدوا. فلهذا الرساله اللي بغيت نوصل هو تسجل حتى الا كانت شي استفاده يعني تكون امورك مقاده، واخا هادشي فيه طلوع ونزول ولي غونديفو ما فيها باس تسجل، يعني راه تسجيل بالمجان وخليها في يد الله. ونتمنى التوفيق للجميع، ونتمنى انني كنكون كنوصل لكم كل فيديو فكره جديده ومفيده. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.